عمري ما كنت متخيل إن مجرد شريط قديم ممكن يغير حياتي بالشكل ده. أنا شاب مصري عادي، زي أي حد. يمكن عندي شوية فضول زيادة عن اللزوم. حكايتي بدأت لما توفى جدي الله يرحمه، وورثنا منه بيت العيلة القديم في إحدى القرى. البيت كان مليان ذكريات وأنتيكات قديمة، ومن بينهم صندوق خشب صغير مقفول وعليه تراب السنين. الفضول خلاني أفتح الصندوق ده، ولقيت جواه شوية حاجات شخصية قديمة، صور بالأبيض والأسود ورسايل بخط إيد جدي، وكمان شريط كاسيت قديم من بتوع زمان مكتوب عليه بخط إيد باهت اسم أغنية أو حاجة مش واضحة. مسكت شريط الكاسيت بفضول، كنت حاسس إن وراه قصة، خصوصا إنه كان محطوط لوحده بعناية في قماشة. قلت يمكن يكون تسجيل نادر لجدي أو أغنية كان بيحبها. كان عندي مسجل كاسيت قديم في البيت لسه شغال بالعافية. أخدت الشريط ورحت أوضتي في آخر الليل لما الدنيا هديت، وحطيت السماعات عشان ما سمعش حد الصوت العالي لو طلعت الأغنية مزعجة، وضغطت على زر التشغيل. في البداية ما كانش فيه غير صوت وشوشة وهساسة بسيطة زي أي شريط كاسيت قديم. قللت الصوت شوية وفضلت مستني أي حاجة. بعد كام ثانية بدأ يطلع لحن غريب مش شبه أي أغنية سمعتها قبل كده. كان صوت موسيقى هادية بس فيها نغم حزين، وآلة وترية كده، يمكن عود أو كمانجة بتعزف لحن شرقي قديم. بعدها ظهر صوت حد بيغني، صوت ست يمكن في أواخر العشرينات. صوتها كان هادي وحزين بطريقة تخوف. الكلمات ما كانتش واضحة قوي، زي ما يكون الصوت جاي من بعيد أو متسجل من مكان واسع. حاولت أركز عشان أفهم بتقول إيه. سمعتها بتقول حاجات زي يا ليل طول وهات لي فكرة، يا عين ابكي على الحظ اللي راح. الصوت كان بيقطع شوية، يمكن الشريط قديم أو المقاطع مش مترابطة. حسيت بجسمي بيقشعر مع إني مش فاهم الكلام كله. الأغنية دخلت قلبي بخوف غريب. فضلت مشغل الشريط، بس فجأة حسيت بحاجة غلط. الإضاءة في الأوضة بدأت تضعف كأن اللمبة هتتحرق، والهواء بارد رغم إننا في الصيف. قلبي دق بسرعة وحسيت بضيق، معرفش ليه، بس فجأة إيدي راحت على زر الإيقاف وقفلت المسجل بسرعة. الدنيا سكتت تماما. قعدت في الضلمة اللحظة أسمع صوت نفسي متسارع. إيه ده اللي سمعته؟ وليه قلبي مقبوض كده؟ حاولت أهدي نفسي وقلت يمكن عشان الأغنية حزينة، وأصوات الشرايط القديمة ساعات بتبقى مرعبة لوحدها. بعد دقايق جمعت شجاعتي وقلت لنفسي يمكن أنا بيتهيألي ودي مجرد أغنية قديمة والسلام. قررت أنام، وفكرت إن الصبح ممكن أفهم حاجة أكتر، أو أسأل أمي أو خالي لو يعرفوا حاجة عن الشريط ده أو الأغنية دي. تاني يوم الصبح صحيت على نور الشمس داخل من شباك أوضتي. للحظة افتكرت اللي حصل بالليل، وفكرت هل كان حلم ولا حقيقة. بصيت ناحية المسجل، لقيت شريط الكاسيت لسه جواه. افتكرت اللحن فجأة وحسيت بنفس القشعريرة. قررت إني مأجلش الموضوع. خرجت وأنا شايل الشريط في إيدي، ونزلت على الصالون اللي فيه أمي وخالي بيشربوا شاي. سألتهم بحذر: ماما، هو جدو الله يرحمه كان يعرف مغنية اسمها سامية أو الأغنية دي؟ طبعا أمي بصت لي باستغراب وقالت لي: أغنية إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ شرحت لهم إني لقيت شريط كاسيت في حاجات جده، وفي أغنية غريبة بصوت ست. حاولت أدندن اللحن اللي سمعته. خالي ركز معايا وبان عليه إنه بيتذكر حاجة. قال لي: يمكن دي أغنية قديمة فعلا، بس الاسم مش جاي في بالي. ممكن تكون حاجة من تراث البلد، عشان جدك كان بيجمع تسجيلات نادرة. ماما كان باين عليها القلق وقالت لي: سيبك بقى من الحاجات القديمة دي، يمكن الشريط بايظ ولا حاجة ملوش لازمة تسمعه. بس أنا فضولي زاد بصراحة، خصوصا لما لقيت نظرة غريبة في عين خالي، كأنه فاكر حاجة ومش عايز يقول. قبل ما أسيبهم خالي قال لي: بص يا ابني، لو مهتم قوي روح اسأل عم مراد. ده كان صاحب جدك القديم وعارف كتير عن أيام زمان، يمكن يعرف حاجة عن الأغنية دي. عم مراد ده جار قديم للعيلة وراجل كبير في السن، معروف في القرية بحكايته القديمة وذاكرته القوية. وفعلا رحت قابلت عم مراد بعد الظهر. قعدت معاه على المصطبة قدام بيته، حكيت له على الشريط والأغنية الغريبة. أول ما سمع مني وصف اللحن وكلمة من اللي افتكرتها من الأغنية، وشه اصفر فجأة. عم مراد بلع ريقه بصعوبة وقال لي بصوت واطي: مش معقول، مش معقول الشريط ده لسه موجود. سألته بسرعة: تعرف الأغنية دي يا عم مراد؟ لو تعرف أي حاجة بالله عليك قول لي. عم مراد سكت شوية وبص حواليه كأنه خايف حد يسمعنا، مع إن مفيش حد غيرنا. قال لي: بص يا ابني، اللي هحكيهولك دلوقتي ما تقولوش لحد. زمان قبل ما انت تتولد بسنين، كان في مغنية شابة في بلدنا اسمها سامية. صوتها كان يجنن والكل كان بيحب يسمعها. في يوم من الأيام سامية دي ماتت فجأة بطريقة غامضة. كانوا بيقولوا إنها اتقتلت في فرح أو حفلة كانت بتغني فيها. الموضوع ده حصل يمكن في أواخر السبعينات. جدك الله يرحمه كان حاضر اللي حصل، بس من يومها وهو قفل على الموضوع ده ومحبش يتكلم فيه خالص. اتصدمت من الكلام. جدي ده عمره ما جاب سيرة الموضوع ده ولا ذكر حد بالاسم ده. سألت عم مراد: طب ايه علاقة ده بالشريط؟ عم مراد عيونه لمعت بالدموع وقال: يوم ما ماتت سامية كان في تسجيل بصوتها شغال، أغنية أخيرة غنتها. في ناس قالت إن صوتها فضل يرن في المكان حتى بعد ما ماتت.
وقالوا إن أي حد بيسمع التسجيل ده بعد كده كان بيحصل له مصيبة. بصراحة الناس قالوا إنها لعنة انتقام روح سامية من اللي أذوها. حسيت ببرودة بتسري في دمي. الشريط اللي معايا ده ممكن يكون التسجيل الأخير لسامية قبل ما تموت. سألت عم مراد بخوف. ومين اللي أذاها؟ مين قتلها؟ عم مراد هز راسه بحسرة. محدش عارف بالظبط. القضية وقتها اتقفلت ضد مجهول، بس المؤكد إن سامية ما ماتتش طبيعي. قمت من عنده وأنا مش مستوعب إني دخلت في قصة مرعبة بالشكل ده. قبل ما أمشي مسكني من دراعي وقال لي بحزم: اسمع كلامي، الشريط ده لا أنت ولا غيرك تسمعه تاني. لازم تتخلص منه بأي طريقة. احرقه، ادفنه، أي حاجة، بس ابعد عن اللعنة دي. شكرت ومشيت وعقلي تايه بين الخوف والفضول. معقول فعلا شريط أغنية يكون وراها لعنة قديمة؟ عامة في نفس الليلة عزمت صاحبي أحمد يعدي عليا. أحمد قريب من سني ودايما بنشارك بعض الاهتمامات الغريبة، وعارف إني بحب الحاجات القديمة والتحف. قلت أكيد هيهتم بالموضوع ويمكن يساعدني أفهم الأغنية. الجو كان حر ورطب، فقعدنا في البلكونة عندي بالليل وحكيت له على كل اللي حصل معايا من ساعة ما شغلت الشريط. طبعا هو في الأول افتكرني ببالغ أو بهزر. قال لي: يعني شريط بيقتل اللي بيسمعه؟ أنت أكيد اتأثرت بأفلام الرعب يا عم. رديت عليه بجدية: والله يا احمد مش عارف اشرح لك قد ايه الاغنيه دي غريبه، لسه لحنها في دماغي ومش قادر انساه. اصر احمد يسمع بنفسه عشان يصدق. اترددت وقلت له: بص، انا حذرتك، انا حاسس ان الموضوع مش هزار. هو كان متهور وقال لي: شغل يا عم، انا قلبي جامد، وبعدين يمكن نطلع منها بفكره فيديو نعمله ونكسر الدنيا. عشان احمد بيحب التصوير وصناعه الفيديوهات، وفكر انه لو في حاجه غريبه فعلا ممكن يحولها لقصه مشوقه. دخلنا الاوضه جوه عشان نشغل المسجل بعيد عن امي وخالي اللي كانوا خلاص ناموا. نور الاباجوره الخفيف جنب السرير كان بالكاد منور الاوضه. قلبي كان بيدق بسرعه وانا بمسك شريط الكاسيت بايد مرتعشه. احمد قاعد على كرسي جنب المسجل ومستني ومستعد يسمع. حطيت الشريط وعليت الصوت حبه صغيرين عشان نسمع احنا الاتنين. دوست بلاي وابتدت الموسيقى تطلع تاني. نفس اللحن الغريب الحزين ملا الاوضه. بصيت لوش احمد اشوف ردة فعله. في الاول كان مركز وبيسمع عادي، بعدين لاحظت ان ايده بتترعش. سالته: حاسس بايه؟ مردش، كان سرحان او متجمد في مكانه. الصوت العالي بتاع الست وهي بتغني دخل جوه دماغنا. المره دي فهمت كلمه زياده كانت بتقول: ياما ظلموني يا عين. في اللحظه اللي الكلمه دي اتقالت فيها حسيت كأن خيال اسود عدى بسرعه من جنب باب الاوضه. بصيت بفزعه بس ما شفتش حاجه بوضوح، يمكن تكون تهيؤات. احمد مره واحده قام ووقف، وشه كان شاحب وعينيه مفتوحه على الاخر، كأنه سامع حاجه تانية غير اللي انا بسمعه. مد ايده بسرعه وطفى المسجل قبل ما الاغنيه تخلص. قال لي بصوت متوتر: كفايه كده، الاغنيه دي وحشه قوي. حسيت باكتئاب وضيقه غريبه. انا كنت بترعش يمكن اكتر منه. اخدت نفس عميق وقلت له: انت تمام؟ عمل نفسه بيضحك وقال: اه تمام، بس انت عندك حق، الاغنيه دي فعلا فيها حاجه غلط. صداع غريب ضرب في دماغي. حاول احمد يهزر عشان يخفف الجو وقال: شكلنا بنتجنن سوا يا معلم، خلينا نشم شويه هوا. طلعنا تاني نقف في الهوا بره البيت، واحمد كان بيحاول يبان عادي بس حسيت انه مضطرب. قال لي: انا همشي بقى عشان الوقت اتاخر وبكره نتكلم. سالته لو حابب يفضل ينام عندي، خاصه انه مش على بعضه، لكنه صمم يروح بيته اللي على بعد شارعين. ودعته على باب البيت واتفقنا نتكلم بعد الصبح. قعدت في البلكونه شويه بعد ما احمد مشي، سرحان في الضلمه وفاكر ملامح الخوف اللي على وشه. فجاه التكييف القديم اللي في الصاله اشتغل لوحده وطلع صوت غريب وبعدها وقف. قلبي كان هيقف بس طلع من الكهرباء التعبانه. قلت لنفسي: ما انا كمان بقيت بشوف وبسمع حاجات ملهاش معنى، اهو التكييف خضني. قررت ادخل انام احسن قبل ما يتهيألي اكتر. بالليل وانا نايم حلمت حلم مفزع. حلمت اني سامع نفس الاغنيه بس الصوت كان جاي من بعيد، وانا بحاول اوصله ومش شايف الطريق. كنت ماشي في مكان شبه المقابر او خرابه كبيره، والدنيا ضلمه حواليا. الصوت كان صوت ست بتبكي وسط الغنى. حاولت اجري ناحيه الصوت، لكن كل ما اقرب الصوت يبعد اكتر. صحيت مفزوع وانا عرقان وقلبي مقبوض. بصيت لموبايلي لقيت الساعه 3 الفجر تقريبا. حاولت اهدي نفسي واقنع نفسي انه ده كابوس من تاثير الليله الغريبه. في اللحظه دي موبايلي رن فجاه. اتخضيت وخفت، مين اللي ممكن يتصل في الوقت ده؟ بصيت لقيت احمد هو المتصل. رديت بسرعه: الو احمد، انت كويس؟ بس مفيش غير صوت نفس سريع وانين غريب من الناحيه التانيه. احمد كان بيتنفس بصعوبه وقال بصوت بيترعش: الحقني، الصوت، الاغنيه مش عايزه تسكت. وقبل ما افهم او افتح بقي سمعت صوت صرخه عاليه وجعيره في السماعه، وفجاه الخط اتقطع. صرخت: احمد، احمد. مفيش رد. قمت جري من غير ما افكر. طلعت اجري في الشارع على بيت احمد. البيت كان قريب ولحسن الحظ الشارع كان فاضي بالليل. وانا بجري كنت حاسس ان قلبي هيقف من الرعب ومخي بيخبط بأسوأ توقعات. وصلت ولقيت باب بيته مفتوح على مصراعه، كأن حد فتحه وهرب. دخلت جري على السلم شقته الدور التاني. لقيت احمد مرمي على ارضيه الصاله في شقته. عيونه كانت مفتوحه وبص للسقف بجمود.
وملامحه مصدومة كأنه شاف حاجة مفزعة قبل ما يقع. جسمه كان بارد وخالي من الحياة. ركعت جنبه منهار. أحمد، قوم يا أحمد. حاولت أحس نبضه أو نفسه، لكن مفيش فايدة. صاحبي العزيز مات. أهل أحمد صحيوا على صوت صرختي وجم جري. أمه أول ما شافت ابنها مرمي انهارت بالصويت، وأبوه واقف مذهول مش مصدق اللي شايفه. الدنيا اتقلبت فوضى. إسعاف وجيران وشرطة حاولوا يصحوا أحمد أو يعملوا إنعاش قلبي، لكن مفيش نبض. الدكتور في الإسعاف معرفش يحدد سبب الوفاة بوضوح، وقال احتمال سكتة قلبية مفاجئة أو جلطة في المخ. بس أنا عارف جوه قلبي إن الموضوع مش طبيعي. أحمد كان شاب زي الفل وما اشتكاش من أي حاجة قبل كده. أنا الوحيد اللي عارف إنه سمع الأغنية المشؤومة قبلها بساعات. اتنقلت بين الصدمة والحزن والذنب طول اليوم. حسيت إني أنا سبب في موت صاحبي. لو ما كنتش شغلت له الشريط الملعون كان زمانه عايش دلوقتي. دماغي فضلت تعيد وتزيد في اللي حصل. مشاهد آخر مكالمة منه وصوته وهو بيصرخ كان بتتكرر قدامي كل ما غمض عيني. أمي كانت واقفة جنبي في العزا بتعيط. فاكرة إني منهار عشان صاحبي مات بين إيديا. طبعا ما حكيتش لحد عن موضوع الشريط. مين هيصدقني أصلا؟ حتى لو صدقوني الحقيقة مرعبة زيادة عن اللزوم. بعد دفن أحمد رحت البيت وأنا تايه. عم مراد جالي البيت وعزاني وبصلي بنظرة طويلة كأنه عارف إن في حاجة مش مظبوطة. سحبني على جنبه وقال لي بحزن: الباقية في حياتك. أنا سمعت باللي حصل. أحمد سمع الشريط مش كده؟ ما قدرتش أبص في عينيه وهمست: سمعه. عم مراد اتنهد وقال: يبقى اللي كنت خايف منه حصل. سامية بتاخد حقها من أي حد بيسمع صوتها. حاولت أكتم غضبي وألمي. طب ليه يا عم مراد؟ ليه أحمد؟ هو ملوش دعوة باللي حصل لها. رد عليا: الروح الغضبانة يا ابني مش بترحم. هي عايز تلفت الانتباه لظلمها بأي شكل، حتى لو بقتل الأبرياء. كلامه وجعني، لكنه خلاني أعند أكتر إني أكشف الحقيقة. لازم أعرف مين الظالم الأساسي اللي تسبب في كل ده. مش معقول تفضل اللعنة تحصد في أي حد وخلاص. سألت عم مراد مباشرة: هو جدي كان ليه يد في اللي حصل لسامية؟ عم مراد رد بسرعة: لا، جدك كان راجل طيب وكان بيعز البنت دي. اللي اعرفه انه كان بيحبها زي بنته او اكتر. يوم ما ماتت فضل شايل همها سنين. سألته: طب مين ممكن يأذيها؟ مفيش اي اسم. عم مراد سكت ثواني يفكر وقال متردد: على حسب ما افتكر، سامية كان في راجل متقدم لها وقتها، واحد اسمه سعيد المغربي. كان رجل اعمال ولسه شاب وقتها وعنده فلوس ونفوذ. في كلام طلع وقتها انه كان متورط في موتها، بس مفيش دليل. وسعيد ده ساب البلد وسافر بره بعدها بفترة. محدش يعرف عنه حاجة دلوقتي. حفظت الاسم ده في ذاكرتي: سعيد المغربي. أخيرا خط مباشر. شكرته على صراحته ووعدته إني هبقى حذر. قبل ما يمشي فضل يوصيني تاني: خد بالك من نفسك. رجعت أوضتي وقعدت في مكتب جدي القديم اللي في البيت. المكتب كان لسه فيه أدراج مقفولة. كانت مقفولة بمفتاح صغير ضمن مفاتيح جدي. فتحت الأدراج وخرجت كل الورق والملاحظات القديمة. قلت يمكن ألاقي ورقة أو مذكرة كتبها جدي عن الموضوع. فضلت ساعات أقلب وأقرأ حاجات ملهاش علاقة، حسابات أرض وعقود وشوية أوراق عادية. فقدت الأمل إني ألاقي حاجة مفيدة. بس قبل ما أقفل آخر درج لمحت ظرف قديم لونه بني. طلعته بسرعة وفتحته بإيدي اللي بتترعش. جوه الظرف كان فيه جواب مكتوب بخط إيد جدي، مؤرخ سنة 1980 تقريبا، بعد الحادثة بسنتين. ابتديت أقرأ الجواب والنور خافت حواليا، كأن الدنيا وقفت تسمع معايا الاعترافات القديمة. جدي كاتب: ابني الحبيب، يمكن وانت بتقرا الجواب ده اكون انا خلاص رحت لمولاي، لكن كان لازم احكي اللي حصل عشان ضميري يرتاح. الموضوع متعلق ببنت اسمها سامية. يمكن انت عمرك ما سمعت عنها. سامية كانت اكتر حد صوته حلو سمعته في حياتي، وكانت زي بنتي واختي الصغيرة. انا كنت بساعدها في مشوار الغنى وبشجعها دايما. الليلة المشؤومة كانت في حفل خطوبتها على راجل اسمه سعيد المغربي. انا ما كنتش مرتاح لسعيد ده، كان اناني وعصبي. في نص الفرح سامية غنت اغنية جديدة بصوت حزين قوي، كأنها مش فرحانة بالخطوبة. كنت أنا بسجل الحفلة بكاسيت عشان أحتفظ بصوتها. بعد ما خلصت أغنيتها الأخيرة سمعتها بتتخانق مع سعيد في الكواليس. قربت أشوف فيه إيه، لقيته بيضربها بعنف وهي بتعيط. حاولت أتدخل بس هو زقني بره وعينه كانت مليانة غضب وجنون. بعدها بلحظات سمعت صوت صرخة سامية، ولما رجعت جري لقيتها وقعت من على السلم الخشب اللي ورا المسرح وكانت غرقانة في دمها. سامية ماتت في لحظتها. سعيد كان واقف فوق السلم متجمد، ولما شافني اتصدم. حاول يقنعني انها وقعت لوحدها بالغلط. انا كنت في حاله صدمه وخوف. خفت ابلغ البوليس واقول انه السبب. كان راجل غني ونفوذه كبيره وقتها، وخفت يأذيني او محدش يصدقني. الشرطه حققت معانا كلنا وانا سكت وما قلتش الحقيقه. القضيه اتسجلت ضد مجهول وسعيد ما اتحاسبش. من يومها وانا ضميري مأنبني. خفت كمان اسمع الشريط اللي سجلته للحفله. سبته في العلبه بتاعته، بس مره ضعفت وشغلته عشان اودع صوتها. سمعت في اخر تسجيل همس بصوت ساميه وهي بتقول: حرمتني من حياتي، حقي هجيبه. اتفزعت وساعتها عرفت ان روحها مش مرتاحة. فضلت طول السنين دي احاول انسى،
بس الشريط كان بيناديني. كنت بحلم بيها كل ليلة وهي بتغني وفي عينيها عتاب. حاولت كذا مرة اتخلص من الشريط واحرقه لكن ما قدرتش. كنت حاسس ان لو دمرته هموت انا كمان او روحها هتفضل معلقة. عشت مرعوب انه يتسمع قدام حد غريب ويحصل اذى. عشان كده خبيته بعيد. سامحني يا ابني ان ما كانش عندي شجاعة اني اقول الحقيقة في وقتها. يمكن اللعنة دي تفضل تطاردنا لغاية ما حد فينا ينطق بالحق. لو انت بتقرا كلامي ده اعرف انه لازم الحق يرجع. لو قادر توصل لسعيد اعمل كده. قول له اني شفت كل حاجة وحق سامية لازم يرجع. يمكن ساعتها روحها ترتاح وتسامحنا كلنا. وانا بقرا اخر سطرين ايدي كانت بتترعش ودموعي نازلة. اتصدمت من اللي عرفته. جدي كان شاهد على جريمة قتل وخوفه خلاه يفضل ساكت كل السنين دي. وسعيد المجرم ده عاش حياته عادي وهرب من العقاب. والروح المتعذبة بتاعت سامية مسكت في الشريط ده تنادي وتنتقم من اي حد يسمع صوتها. دلوقتي فهمت ليه اللعنة دي حلت عليا انا وكل اللي سمعوا الاغنية. سامية مش هتهدى غير لما سعيد ياخد جزاءه والحق يتعرف. سعيد المغربي ده لازم يتحاسب حتى لو عدت سنين كتير. استخدمت كل الطرق عشان اوصل لمكانه. سألت عم مراد لو عنده اي فكرة. قال لي يمكن يكون رجع البلد من فترة بس انا مش متأكد. وانه سمع انه عايش في القاهرة وعنده شركة استيراد وتصدير. حطيت كل شجاعتي في ايدي وسافرت على القاهرة عشان اواجه سعيد المغربي بالحقيقة. بعد البحث في سجلات الشركات وعلى النت عرفت انه فعلا عايش هناك ولسه على قيد الحياة وعنده شركة كبيرة في مدينة نصر. وصلت لعنوان فيلته اللي جبته من سجل تجاري قديم. بالليل وقفت قدام بوابة الفيلا الحديد الكبيرة وقلبي بيخبط من التوتر. استجمعت نفسي ودقيت الجرس. ظهر حارس أمن عند البوابة وسألني عايز إيه. قلت له إني جاي من طرف صديق قديم لسعيد وضروري يقابله في موضوع مهم عن الماضي. الراجل بص لي بشك وقال لي إنه هيوصل له الرسالة. بعد شوية لقيت باب الفيلا نفسه بيتفتح وراجل كبير في السن لكن هيئته لسه فيها جمود وقوة بيبص لي من فوق لتحت. عرفت على طول إن ده سعيد المغربي. قال بصوت مغرور: خير، أنت مين وعايز إيه؟ اتقدمت ناحيته جوه أسوار الفيلا ورديت وأنا بحاول أثبت في مكاني: حضرتك ما تعرفنيش بس أنا حفيد محمود البدري. اتغيرت ملامح وشه فجأة لما سمع اسم جدي لكنه حاول يداري توتره وقال: محمود البدري؟ اه افتكرته. عايز ايه بقى؟ قلت بثبات: جدي قبل ما يموت قال لي كل حاجة. قال لي الحقيقة عن سامية أول ما قلت اسم سامية حسيت لون وشه شحب لثواني لكنه اتملك نفسه بسرعة وقال بحدة: انت بتتكلم عن حاجة عدى عليها سنين، مالكش دعوة بالنبش في القديم. وقفت قصاده من غير خوف رغم ان قلبي كان بيترجف. وقلت بجراءة: القديم ده عمره ما انتهى. انت فاكر اللي حصل انتهى فعلا. سامية روحها ما ارتاحتش طول السنين دي. سعيد عصب وقال: بص يا ولد، جدك زمان سكت عشان عرف مصلحته. انت جاي دلوقتي بعد العمر ده كله تفتح مواضيع ماتت؟ وقفت مكاني وقلت بصوت عالي شوية: هي اللي ما ماتتش. سامية صوتها لسه عايش وصوتها ده قتل اتنين من اعز الناس عندي الايام اللي فاتت. وبكل جراءة طلعت شريط الكاسيت قدامه. عارف الشريط ده؟ التسجيل اللي جدي سجله في حفلة خطوبتك، معايا نسخة منه. طبعا دي كانت خدعة، انا ما معيش غير الاصل. بس انا كنت مستعد للمواجهة. عيني اتوسعت بخوف حقيقي لاول مرة. مسكني وقلب تلعثم: انت عايز ايه بالظبط؟ فلوس؟ هديك اللي تطلبه بس اديني الشريط ده. رديت وقلت: مش عايز فلوسك، انا عايز الحقيقة تطلع. اعترف، انت اللي قتلت سامية يومها بعد ما الكل مشي. صرخ بغضب: كذب، هي اللي وقعت بالغلط، انا ماليش دعوة. قطعت وانا بطلع النار اللي جوايا: جدي شافك، هو كان واقف وشافك بتزقها من على السلم. هو سكت عشان كان خايف بس انا مش هسكت. روحها فضلت تطالب بالحق وانا مش هسيب حقها. سعيد وشه احمر وصوته عالي: جدك كذاب، انت ما تعرفش انا كنت بحبها قد ايه. هي اللي استفزتني، كانت هتسيبني. لاول مره اعترف ضمنيا انه اذاها ووشه بنى عليه تأنيب الضمير. قلت له بهدوء: حب؟ ده اسمه حب؟ دي ملحقتش تفرح بشبابها بسببك. فجأة سمعنا صوت موسيقى هادية جاية من جوه الفيلا، نغمة عود حزين نفس لحن أغنية سامية. بصيت حواليا مصدوم: ازاي؟ انا مشغلش اي حاجة. سعيد كمان سمع وبص حواليه برعب: جبت معاك حد؟ الصوت ده جاي منين؟ الموسيقى عليت شوية وجواها صوت واحدة بتغني نفس صوت سامية واضح جدا. كان جاي من جوه البيت من الصالة الكبيرة. سعيد اتجنن وجري ناحية مصدر الصوت وقال: مين هناك؟ جريت وراه ودخلنا الصالة الفخمة. كانت ضلمة ما فيهاش غير نور خفيف. الكاسيت بتاعي ما كانش معايا أصلا، كنت مخبيه في العربية. يبقى الصوت ده جاي من عندها هي، سامية بنفسها. فجأة ظهر خيال ست واقف في آخر الصالة جنب السلم الرخام اللي بيطلع للدور التاني في الفيلا. ست لابسة فستان أبيض قديم وشعرها طويل. ملامحها مش باينة قوي في العتمة بس عينيها بتلمع. الصوت كان طالع من ناحيتها بتغني نفس الأغنية المشؤومة. سعيد وقف مكانه واتجمد زي التمثال، وشه اتشقلب من الرعب وطلع منه صوت مكتوم: سامية. الخيال اتحرك ونزل سلمة سلمة
أنا كنت متسمر في مكاني، مش قادر أصدق إني شايف روح حقيقية قدامي. سعيد فضل يرجع لورا بخوف وهو بيترعش. ابعدي عني، أنا ما أقصدش، كانت غلطة. فضلت كلمات تطلع منه بتكسير كأنه بيبرر نفسه لروحها. سامية أو شبحها وقفت عند آخر درجة من السلم وسكتت. سكون مخيف ملأ المكان. بعدين بصوت هادي بس مرعب سألته: ليه قتلتني يا سعيد؟ الصوت كان جاي من كل ناحية كأنه صدى ملأ القاعة. سعيد عيونه برقت وصوته اتقطع. حاول ينطق بس مفيش كلام. وفجأة وقع على الأرض زي الميت. قربت منه عشان أساعده أو أعمل أي حاجة، لكن لقيته حط إيده على صدره وحصل اللي توقعته. شكله جات له سكتة قلبية من هول اللي شافه. جسمه كان بيتشنج كام ثانية وبعدها بطل حركة خالص. رفعت نظري لقيت مكان الشبح فاضي. اختفى والأغنية اختفت معاه. قربت من سعيد بحذر، ناديت عليه: سعيد بيه. مفيش رد. لمست رقبته، ملقيتش نبض. مات هو كمان. بس المرة دي العدل اتنفذ أخيرا. سامية خدت حقها بإيدها. خرجت من الفيلا قبل ما حد يشوفني وبلغت حارس الأمن إن سعيد بيه وقع فجأة، واتصلنا بالإسعاف. طبعا الشرطة حققت بعد كده، بس التقرير الطبي قال إنها وفاة طبيعية بأزمة قلبية. محدش هيصدق أبدا اللي حصل فعلا جوه البيت. بعدها دعت لي سامية بالرحمة. حسيت إن حمل تقيل نزل من على كتافي. الكوابيس اختفت ومعدتش بسمع صوت الأغنية في وداني. لأول مرة من أيام أنام نوم هادي من غير خوف. عدى أسبوع ورحت بنفسي على قبر مهجور على أطراف القرية. عرفت من عم مراد إنه قبر سامية. قريت لها الفاتحة واعتذرت لها وقلت لها: حقك رجع يا سامية، روحي ارتاحي بقى. قبل ما أسيب قبرها طلعت شريط الكاسيت القديم من جيبي. فضلت أتأمله المرة الأخيرة. الشريط اللي غير حياتي وقلبها الجحيم، لكنه كمان خلاني أعرف حقيقة مدفونة من سنين. كان لازم أنهي كل حاجة عشان أضمن محدش تاني يتأذي. جمعت حطب صغير جنب القبر وحطيت الشريط فوقه وولعت فيه، وشفت النار بتاكل الشريط والبلاستيك بيسيح. وقفت اتفرج لحد ما بقى رماد وانطفى. رجعت على البيت في القرية بعدها وحكيت لأمي باختصار على اللي حصل. طبعا كانت فخورة إن أبوها اللي هو جدي في الآخر اتحققت وصيته واتكشف الحق. بعدها قررنا نبعد عن البيت القديم شوية عشان الذكريات المؤلمة، ورجعت حياتنا لهدوءها تدريجيا. خلصت الحكاية وبقى عندي يقين إن الشر الحقيقي مش في الأشباح واللعنات قد ما هو في قلوب البشر القاسية اللي بتظلم غيرها. سامية راحت ضحية قسوة قلب، بس حتى بعد موتها قدرت تحقق العدل بطريقتها. وبس، خلصت القصة. ولو عندك قصة عايز تشاركها يا ريت تبعتها لي على الانستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي أول تعليق. وبس، تشترك العسل وسبسكرايبك الجامد واشتري يا ريت، اشتري. ويلا، سلام.